وصل لي النهارده جهاز ممكن يكون حاجه اول مره تشوفها، تعال نفتحه مع بعض. باختصار يا صديقي، ده جهاز ناس او نتورك اتاتشد ستورج، وكنا متكلمين على الفئه دي من الاجهزه قبل كده هنا على القناه، ولكن المختلف هنا ان ده اول اس اس دي ناس، او بالعربي كل الهاردات اللي بتركب هنا هي M.2 اس اس دي، وده طبعا فرق كبير قوي بينه وبين اي ناس تاني لانه بيكون اسرع بكتير. الجهاز ده من شركه تيرا ماستر باسم F8 بلس اس اس دي، طبعا علشان الجهاز ده بيركب فيه M.2 بس، فحجمه صغير جدا زي ما انت شايف، واثناء التشغيل بيكون ملوش صوت تقريبا. الجهاز ده بياخد 8 M.2 كل واحد فيهم لحد مساحه 8 تيرا، يعني يشيل حوالي 64 تيرا مساحه تخزين. وطبعا علشان تجيب كل كميه الهاردات دي وتملى الجهاز محتاج ميزانيه تانية خالص غير سعر الجهاز، قد سعر الجهاز 5-6 مرات مثلا. بيجي معاه كمان في العلبه كابل كات 6 سريع علشان تقدر تربطه على الشبكه، والادابتور بتاعه ومفك صغير للM.2 علشان تقدر تفكه وتركبه، وشويه اجزاء معدنيه علشان تثبتها على ظهر الاس اس ديات علشان التبريد. وزي ما انت شايف عندك في الجهاز عده مداخل كلها بسرعات عاليه 10 جيجا بت علشان تقدر توصلها على الشبكه او على جهازك اللي هتشتغل عليه وتستفاد بكامل سرعته. طبعا نوعيه الاجهزه دي بتكون موجهه اكتر للمكاتب او الشركات اللي فيها كذا حد بيشتغلوا على نفس البروجكت في نفس الوقت ومحتاجين سرعات عاليه. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وفولو علشان تشوف تجربتي الكامله لما اشغل الجهاز وابدا استخدمه.